السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول يوم صيام، ونسأل الله العظيم أن يجعل الشهر الكريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النيران، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن جمهور الترجي الرياضي التونسي اللي واخد الموضوع جد وبدأ المعركة سخنة من أولها. جميع صفحات الترجي التونسي بتروج لعنف وبتروج لأعمال شغب هتحصل في ملعب رامز. طب يا ابو عمو، ده الكوره دي اتعملت عشان تبقى اخلاق، عشان تقرب الشعوب من بعضها ما تفرقهمش. الكوره اسمها رياضه، والرياضه معناها تعارف، اخويه. طب ليه يقعد يقول لك اصل جمهور الاهلي ضرب لعيبه الجيش الملكي بازاز ميه وبتاع؟ جمهور الاهلي تاريخيا كده لو رجعت التاريخ عمره ما عمل اعمال شغب. جمهور الاهلي لو عمل شويه مناوشات في الملعب بيبقى ردة فعل بس، ما بيبقاش فعل، ما بيبدأش بالغلط. يعني جمهور الاهلي والجمهور المصري عامة طالما ما سيئتش إليه مش هيسيء إليك. والجمهور بينسى بسرعة، يعني أنت ممكن تكون عملت معاه تاتش قبل كده ورجعت رضيته بكلمتين عادي، هيقول لك إخواتنا وحبايبنا والعملية إيزي خالص. مش إحنا مش زي شغل شمال أفريقيا، اللي هو مع احترامي يعني المغرب، الجزائر، تونس، بيبقى عندهم شوية عصبية وكده يعني. المهم جمهور الترجي يقول لك ملعب رادس لازم يبقى مليان، والأهلي ما بيعاملكش بالمثل ومش عارف إيه والكلام ده كله. طيب انت يا ابو عمو، احنا بنيجي في ملعب رادس كاني انا رايح تمرينه من الجزيره للشيخ زايد. باجي السلام عليكم اكسبك وامشي. كسبتك 1-0 وكسبتك 2-0 وكسبتك 3-0. كسبتك في ملعب رادس في دور المجموعات، وكسبتك في ربع النهائي، وكسبتك في نص النهائي، وكسبتك في النهائي. كسبتك في رادس وكسبتك في الملعب التاريخي للكره التونسيه استاد المنزه. يعني انت عايز ايه تاني؟ كسبتك 6 مرات على ارضك، انت على ارضي كبيرك تعادل. فما تقعدش يعني ايه، عشان بقول لك في مثل مصري عندنا يقول لك ايه، حكها في المتصيط عشان تتصيط. لا، اهدى على نفسك شويه. الفريق الافضل يفوز هنقول له مبروك، والفريق الخاسر هنقول له هارد لك وشكرا، دي كوره يعني، مش مستحق القلق ده كله يعني. وبعدين يقول لك ايه، اصل الكاف مش هينفذ عقوبه الاهلي، والكاف في مصر، والاهلي مدلل الكاف والكلام ده كله. طيب يا حبيبي اخوك تعالى اقول لك ان الاهلي من اكتر الفرق في افريقيا اللي خسرت نهائيات، منهم 3 نهائيات الاهلي خسرهم بالفعل فعلا. نهائي 2007 ضد النجم الساحلي، النجم الساحلي التونسي، خسرناه، وكان ايام الجيل الذهبي بتاعنا على ارضنا بظلم تحكيمي بين العالم كله شاهد عليه. نهائي 2017 ضد الوداد خسرناه بفعل فاعل، واحنا عارفين المجزره اللي حصلت تحكيميا. ونهائي الترجي 2019 بتاع تونس، الرومنتادا اللي عملوها 3-0 هناك، برضه خسرنا بفعل فاعل وتحكيم وترهيب ومنشار دخل واتعملت عليك عقوبه.